النهارده بقى جايب لك لاعب ولا اروع من كده، لاعب بيلعب في 3 مراكز داخل المستطيل الاخضر، وتقارير تونسيه قالت لنا ان اللاعب ده يقترب وبقوه من الانتقال للنادي الاهلي. مهارات اللاعب قدام حضرتك، هتشوف مهارات اللاعب وهتكتب لي في التعليقات وانا هقول لك اللاعب بيلعب فين وفين والراجل بيلعب في نادي ايه، وكل الديتيلز اللي انت عايز تسمعها بخصوص محمد الضوي او الشهير بكريستو هقولها لك في الفيديو ده. وهنتكلم ايضا عن قصه رحيل كهربا واللي قال كده الاعلامي اسلام صادق. هنتكلم ايضا عن هقول لك التفاصيل بتاعها طبعا. هنتكلم ايضا عن موضوع فريرة وعدم عقوبه امام عاشور. هنتكلم عن عبد الله السعيد وانتقاله الى نادي الزمالك. عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، هيروح الزمالك ولا مش هيروح نادي الزمالك؟ هقول لك كل التفاصيل اللي تخص المواضيع دي. وقبل اي تفاصيل طبعا يا مساء الفل على حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه من حلقات برنامجكم ملعب القاضي اللي دايما بيبذل قصارى جهدي علشان يجيب لكم اهم وابرز الاخبار اللي تخص كره القدم وبالتحديد كره القدم المصريه. وطبعا اكيد انت قبل اي تفاصيل تشترك في القناه، لو انت مش مشترك في القناه فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل للناس. ويلا بينا سريعا نروح نشوف مين كريستو. مين كريستو؟ لاعب النجم الساحلي المرشح وبقوه للانتقال الى النادي الاهلي، واللي خرجت علينا النهارده بعد بعض التقارير التونسيه وقالت ان النادي الاهلي المصري يقترب بقوه من التعاقد مع لاعب النجم الساحلي او جوهره النجم الساحلي او جوهره تونس بمعنى اصح، وهو محمد الضوي او الشهير بكريستو. اللاعب ده يا جماعه لاعب بيلعب زي ما قلت لحضرتك كده في 3 مراكز داخل المستطيل الاخضر. اول مركز وهو الوينج رايت، والوينج رايت ده مركزه الاساسي، يعني هو بيلعب اساسي من ايام الناشئين وهو بيلعب في مركز الوينج رايت. بيلعب ايضا في مركز الوينج ليفت يعني جناح ايمن وجناح ايسر. بيلعب كمان في مركز صانع الالعاب او البلاي ميكر. الراجل ده بيلعب في ال3 مراكز دول وكلهم بيجيد فيهم اللعب بامتياز، يعني مش اللي هو اي كلام وخلاص اللي هو انا هرميه هنا هينفع على كانه لا هو بيقدر بالفعل انك تقول عليه لاعب مميز وهو في اي مركز من المراكز دول. اللاعب سنه صغير، وحط تحت كلمه سنه صغير دي 20 30 40 50 100 خط. ليه هتقول لي ليه يا عم احمد بتقول كده؟ اقول لك ان مارسيل كولر رافض تماما التعاقد مع اي لاعب سنه كبير وعايز يجيب لعيبه صغيره يربيها على ايده. اذا يبقى الراجل ده يا جماعه عنده 19 سنه. عنده 19 سنه. مش بس كده، ده لاعب من اللعيبه المميزه اللي هيعمل ايه بقى؟ هيضيف لاعب هيعمل لك اضافه في كل المباريات اللي هيلعبها النادي الاهلي. اللاعب ده عنده المقدره انه يعمل لك اضافه، وبالتالي هو ده اللي انت محتاجه، وبالتالي هو ده اللي انت فعلا بتدور عليه. هو اللاعب ده سعره بقى على الترانسفير ماركت ايه بقى؟ سعره على الترانسفير ماركت 400,000 يورو. 400,000 يورو ده سعره على الترانسفير ماركت. طيب هتكتب لي رايك في التعليقات دلوقتي وتقول لي سعره ايه، رايك فيه اللاعب، امكانياته ايه رايك فيها. عرضت لحضرتك بعض المهارات في اول الفيديو، فاكيد طبعا شفت اللاعب. اكتب لي رايك في التعليقات وقول لي ايه القصه بالظبط. وتعالى كده نروح نشوف موضوع كهربا ورحيل كهربا عن النادي الاهلي. طبعا الموضوع اللي ممكن يضايق ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي. يعني ايه رحيل كهربا؟ هو ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ ده شيء احنا مش مقتنعين بيه تماما، واحنا حابين كهربا وعايزين كهربا. خليني متفق معاكم ان محمود عبد المنعم كهربا ازمته بدات تبقى ممله شويه، ولو انت مش متفق معايا في حته زي كده فلا يبقى زي بعضه. انت كده عندك حته كده مش جميله، او علشان انت انتمائك وعاطفتك خلاص رايحه للنادي اللي انت بتحبه فخلاص، او اللاعب اللي انت بتحبه، فانت ممكن تضلل وتكذب وتبقى منافق ما عندكش مشكله. لا انا مش عايزك تبقى كده معايا، لان انا هتلاقيني ولا بشجع اهلي ولا بشجع زمالك، وبتكلم معاك بكل حياديه وبكل صدق. وبالتالي اللي هيحصل في الوقت الحالي او اللي انت المفروض تكون مقتنع بيه وهو موضوع كهربا، انه موضوع اصبح ممل. كلنا عارفين ان افس البرتغالي المفروض ان هو هيدفع نص المبلغ وكهربا هيدفع نص المبلغ. دي قصه كهربا لنادي الزمالك. اللي حصل يا سيدي ان خلاص النادي قفل واغلق بمعنى اصح، وبالتالي الموضوع انتهى. واللي حاصل في الوقت الحالي ان نادي الزمالك عايز ال 2 مليون يورو لان خلاص طبعا شوف انت من امتى، وبالتالي انت كل الفلوس عماله بتزيد والفوائد عماله بتزيد، وبالتالي اللي هيحصل ان الموضوع الفلوس عمال بتزيد. فهو الراجل مش عارف يدفع ال 2 مليون يورو، هيروح يدفع لك كمان الارقام الزياده اللي فوق ال 2 مليون يورو ما علينا، او 2 مليون دولار. القصه باختصار ان النادي الاهلي قال ان احنا هنساعد محمود عبد المنعم كهربا. طيب هتساعد محمود عبد المنعم كهربا ازاي؟ قال لك هنساعد الراجل بناء على انه ايه؟ ان الراجل هنعمل له حاجه اسمها سبونسر او حملات اعلانيه، وبالتالي حملات الاعلانيه الفلوس اللي هترجع على المستحقات اللي ليه عندنا الراجل هيقدر يسدد الفلوس بتاعته لصالح نادي الزمالك. لحد الوقت الحالي ولا شفنا النادي الاهلي ساعد الراجل
ولا شفنا النادي الاهلي خلص اي حاجه، ولا شفنا كهربا دفع المبلغ بتاعه. طيب واحد يقول كهربا هيشارك، كهربا قانونا، وده مش كلامي، ده كلام خبير لوائح، قال لك ان كهربا هيشارك مع النادي الاهلي من بعد 6 يناير، يعني 6/1 اللي جاي الراجل عنده المقدره انه يشارك مع النادي الاهلي. طب هيشارك ازاي مع النادي الاهلي؟ هيشارك مع النادي الاهلي بناء على ايه؟ هيشارك مع النادي الاهلي بناء على ان المفروض ان هو العقوبه بتاعته 6 شهور، يوم 6/1 بالظبط 6 شهور هيكونوا خلصانين. ال6 شهور هيكونوا خلصانين، وبالتالي ايه اللي يحصل بقى؟ اللي يحصل ان اللاعب يقدر بكل سهوله يشارك مع الفريق، وده اللي هيحصل في الوقت الحالي، وده اللي هيحصل في الوقت القادم اللي احنا مستنيينه ومنتظرينه. لان انا واحد عن نفسي بحب كهربا جدا، اذا كان في المنتخب او اذا كان في النادي الاهلي، واتمنى ان كهربا يرجع تاني للمنتخب ويرجع تاني لاسمه الطبيعي، وهو محمود عبد المنعم كهربا، اللاعب المميز، اللاعب اللي بيلعب في مركز الجناح اللي الكل بيحبه والكل بيشيد بيه. طيب اسلام صادق دلوقتي، او الاعلامي اسلام صادق مذيع برنامج البريمو على قناه 10، قال لك ان كولر او مارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي طلب التعاقد مع لاعب جناح علشان يكون بديل لكهربا. في فرق لما انت تكون عايز جناح علشان انت عايز جناح، وفي فرق لما انت تجيب لاعب بديل للاعب، لان كده خلاص كده لاعب انت مش عارف تحديد مصيره. ايه اللي خلاك قلت كده يا عم اسلام يا صادق؟ قال لك علشان كولر مش عارف تحديد مصير كهربا وصل لحد فين، او الازمه بتاعته هتنتهي لحد فين. واللي هيحصل المفروض ان انا مش هكون واقف على لاعب، لا انا داخل في بطولات، داخل في دوري ابطال افريقيا، داخل في بطوله دوري، داخل في بطوله كاس، فانا داخل في بطولات وعايز احققها. فما يجيش لاعب يوقف لي كل تفكيري وكل طموحاتي، دي هتبقى حاجه مش لطيفه بالنسبه ليا. ده كان كلام كولر، وده الكلام اللي قاله مين بقى؟ فيما معنى اللي قاله اسلام صادق. يعني انت عايز تقول لنا يا عم احمد ان كهربا هيرحل؟ انا ما بقولكش ان كهربا يرحل، ولكن بقول لك ان الاعلامي اسلام صادق قال لك ان كهربا هيرحل بناء على طلب مارسيل كولر. هتجيبها بقى يمين هتجيبها شمال، مش هعرف اقول لك اي حاجه بخصوص المواضيع دي اطلاقا. نيجي بقى سريعا كده لموضوع عبد الله السعيد وانتقاله لنادي الزمالك. كنت اتكلمت قبل كده وقلت لكم ان عبد الله السعيد في ازمه حاصله بينه وما بين نادي بيراميدز، وقلت الكلام ده في اكثر من فيديو. عبد الله السعيد مرشح بقوه للزمالك، ممكن يجي الزمالك في اسرع وقت، وده المتوقع. يعني ده المتوقع ان عبد الله السعيد يكون احد لاعبي نادي الزمالك بدايه الموسم الجديد، ده المتوقع يعني. ولكن كل اللي اقدر اقول لك دلوقتي ان نادي الزمالك طبعا مش هيقدر يدفع نفس الفلوس اللي بياخدها او الراتب اللي بياخده عبد الله السعيد من نادي الزمالك. فكان في شرطين من نادي الزمالك لعبد الله السعيد، وهو انت مش هناخدك بفلوس، يعني هتجيلنا بالمجان، هتفسخ عقدك مع نادي بيراميدز وهتجيلنا بالمجان، ودي اول طلب. الطلب الثاني بقى مش هندي لك نفس الراتب اللي انت بتاخده في بيراميدز، احنا مش هنقدر ندي لك نفس الراتب اللي انت بتاخده في بيراميدز. وده كان الطلب الثاني على طول لنادي الزمالك بخصوص عبد الله السعيد. يعني الاثنين دول لو عبد الله السعيد وافق عليهم اعتبر عبد الله السعيد احد لاعبي نادي الزمالك مع الانتقالات الشتويه المقبله. طيب ايه ثاني بقى؟ عقوبه امام عاشور مش هتتم عقوبه امام عاشور، لان فريرا طبعا احنا عارفين ان في مباراه الزمالك وحرس الحدود حصلت مشاده ما بين احمد سيد زيزو وما بين امام عاشور على مين اللي هيشوط ركله الجزاء. فاللي حصل في الوقت الحالي ان المفروض انه هيعاقب، لان طبعا تعليمات مين هيشوط ركله الجزاء هتكون من المدرب قبل المباراه، ودي كلنا عارفينها. فقال لك خلاص كده امام عاشور ممكن يعاقب، لا فريرا قال لك مش هيعاقب الراجل اطلاقا، وانا مسامح في الموضوع وخلاص ما عنديش اي مشكله. اهم حاجه ان اللعيبه كلها تجتهد، واهم حاجه ان اللعيبه تكون مميزه. ده كان الفيديو باختصار، يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده.